السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة جمبري. طبعا الكفتة دي يا جماعة تقدري تعمليها بأي نوع لحوم انت بتحبيه، بس الجمبري بيديها نكهة مختلفة، يعني كل حاجة ليها نكهتها دي مختلفة، ولو عندك عزومة هتشرفك، حاجة من الآخر، فاخر من الآخر. تمام، انا هبتدي مع بعض الوصفة. انا عندي الرز بطحنه، طبعا الرز بتغسليه وبتصفيه وبتقومي تسيبيه طول الليل ينشف، تاني يوم اطحنيه. في الرز الجاهز ممكن تستعمليه، بس انا ما بحبش طعمه. هنا انا عندي بصلتين متوسطين مع 6 فصوص توم مع الشبت والكزبرة، طبعا مغسولين ومصفيين، وبضربهم كويس قوي عندي في الكب، وبحط عندي نص كمية الجمبري، مش هاخد كل كمية الجمبري، وبضربهم في الكبة كويس جدا زي ما انتوا شايفين. نعمهم طبعا وبقوا كله مع بعض السوا واحد. ببتدي ان انا احط عندي نص معلقة كزبرة، نص معلقة فلفل، ربع معلقة كمون، ما تكتريش الكمون، وعندي الملح طبعا بنحطهم. وابتدي ان انا 3/4 كيلو الجمبري ده، على فكرة ممكن تعملي جمبري صغنون يعني ما يفريش معاكي. 3/4 كيلو الجمبري ده اخد ربع كوباية رز، ما تكتريش رز. وحطيت طبعا ايه بقى، نص كمية الجمبري الباقية سلام كده، هم صغنون بس وانتي بتاكليها وبتقطمي كده الطعم بيبقى حكاية، بيدي طعم حلو قوي. جربي بالطريقة دي هتعجبك جدا. والبهارات والمقادير هكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هنا انا هبتدي ان شاء الله هعمل معاكم الصلصة اللي هنسقط فيها الكفتة معانا. تمام، لازم الصلصة تعمليها الاول قبل ما تقلي، الكفتة بتاعتك بتسيبيها تشمع شوية في التلاجة. هنا انا عندي شوية الزيت، وعندي هنا نص معلقة توم بحمرها. طبعا ايه، حاولي ان هي ما تلطعش منك، هي الحمد لله لحقتها على اخر لحظة. وببتدي ان انا احط الطماطم معصورة، انا لسه عصرة الطماطم حالا يا جماعة والله بالطبق، انتوا شايفين بالطبق البلاستيك لسه عصرة الطماطم. ما تكتريش الطماطم قوي عشان مش عايزينها تبقى مسبكة قوي. انا زمان كنت بحب احط مع التوم معلقة خل، بس طبعا جوزي ما بيحبش الخل، بيشوفوه مزي زيادة عن اللزوم، بس المزازة دي بتدي طعم للي بيحب المزازة يا جماعة، اللي ما يحبش ما يحطش. هنا انا حطيت رشة السكر طبعا، ودوقي ملحك بس لما تخش في الغليان، رشة السكر بسيطة، وهنحط رشة فلفل بس، وكده الصلصة بتاعتنا خلصت. هنبتدي نسيبها ان هي تتسبك، يعني احنا عايزينها ان هي تتسبك عشان هي الكفتة هتستوي فيها. طبعا اللي بيعمل الكفتة باللحمة يا جماعة هي نفس الطريقة، بس دي بتاخد وقت اقل على النار، لان طبعا احنا عارفين الجمبري ما بياخدش سوا، واحنا حاطين كمية رز قليلة جدا، فما بتاخدش وقت على النار خالص. هنا انا ببتدي ان انا اصبع الكفتة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا لو هتعملها بايدك يا ريت تدهني ايدك زيت، لان بتلزق عشان احنا مش حاطين رز كتير. حابة تعمليها اصغر من كده اعمليها اصغر من كده، انا بعملها يعني بحب شوية تبقى كبيرة شوية عشان العيال تعرف تاكل وكده. ممكن تصغريها عن كده على حسب انت بتحبي التشكيل ايه. انا لابسه الجوينتي، فطبعا ما بتلزقش في ايدي، والجوينتي مبلول شويه فما بتلزقش معايا. تمام، ببتدي ان انا اصبعها. لو هتصبعها بايدك ممكن تبلي ايدك زيت او تبلي ايدك ميه. طبعا والدتي متعوده انها تبلي ايدها زيت وهي بتصبعها، بس ممكن تبليها ميه مش هيحصل حاجه. هنا ببتدي ان انا احمرها معايا زي ما انتوا شايفين، انا كنت محمره قبل كده دفعه، وبوريكم الدفعه التانية اللي انا بحمرها. على فكره هتطلع كميه كبيره جدا وهتشبع الكل. انا عايزه اقول لكم ممكن ما ياكلوش الرز، ياكلوا الكفته دي بس. انا بحب اعمل حبه بالصلصه وحبه متحمرين، العيال بيحبوا يتسلوا فيهم. انا لما كانت والدتي بتعملها كانت تحمر وتحط في الطبق، احنا ناكل متحمر، ما كانتش بتلاحق نفسها. طعمها تحفه يا جماعه، مش قادرة اوصف لكم بجد بيبقى الطعم عامل ازاي، حكاية. طبعا حطيت الحلة اللي انتوا شايفينها دي عشان نحط الرز. احنا بنحط كل حاجة يا جماعة على النار كده عشان نخلص نفسنا وننجز، ما تعمليش حاجة مش هتنجزي. يعني حط حاجة على النار وش ايدك هنا وايدك هنا بتلاقي نفسك خلصتي. حمرت طبعا الجزء اللي انا هحطه في الصلصة، وشيلته وحطيته زي ما انتوا شايفين في الصلصة. بياخد معايا حوالي تلت ساعة
انتي مش عارفة تعملي المقدار كويس، بتشيلي واحدة وبتشوفيها، تقسميها 2، تلاقيتها استوت معاكي تمام التمام، بتشيليها خلاص، بتطفى عليها. بس هي شايفين كمية الصلصة قد ايه؟ اول لما هتقل وتتقل شوية هتبقى استوت. زي ما قلت لكم هي ما بتاخدش وقت معانا في السوا. زي ما انتوا شايفين انا بقول لكم بحب متحمر وبحب بالصلصه، وطبق الرز الابيض معانا. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك لشير للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.